بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواننا، من أجمل القصص التي رأيتها مؤخرا قصة لرجل أفريكان أمريكان، يعني أمريكي أسود موجود في أمريكا، مار في أحد شوارع أتلانتيك سيتي، وجد شابين صغار عمالهم بيتقاتلوا، أولاد مدارس بيتقاتلوا، والبعض عمالهم بيصفق وبيضحك ومبسوط عليهم وبشجعوهم يضربوا بعض وبيصوروا هذا المشهد. فالرجل تدخل، بادر وقال: يا أولاد شو عمالكم تعملوا هالكلام؟ ما بصير، انتم قربتوا تصيروا رجال، ما بيليق بيكم، باسلوب عفوي بسيط جدا، ويعني اقنعهم انهم توقفوا عن القتال. بعدين قال: انا ما راح اترك المكان لحد ما تتصالحوا وتسلموا على بعض. الاولاد تمنعوا في البدايه: لا راح تسلموا على بعض، مش راح اترككم لحد ما تسلموا على بعض. المهم الاولاد سلموا على بعض وانتهى الموقف عند هذا الحد. اثناء المقطع صار حدث بسيط، مر رجل، فالاخ اللي متكلم عنه سلم عليه قال له: السلام عليكم. فظهر من هذه الحركه انه هذا الرجل مسلم. هذا الرجل اسمه ابن علي ميلر. انتهى الموقف كما قلنا، وتصور هذا الموقف على موبايل أحد الأولاد اللي كانوا مبسوطين بالطوش اللي كانت حاصلة. سبحان الله، هذا الفيديو وصل لأحد حسابات على تويتر، حساب مشهور، تلقفته حسابات أخرى وعلقت عليه تعليقات إيجابية أنه يا ريت يكون في كثير ناس مبادرين وإيجابيين بهذا الشكل. المهم المقطع وصل للإعلام وأصبح يقال عنه فايرال فيديو. فايرال يعني منتشر زي الفيروس، بنتشر بشكل كبير جدا جدا. لحد الآن في عشرات ملايين المشاهدات على هذا المقطع، غير المقابلات اللي انعملت على على عدة channels. المؤثر في الموضوع إخواننا، يعني طبعا بعد ما هذا الرجل انشهر أمره، طلب من عمدة أتلانتيك سيتي لتكريمه على هذا الموقف الجميل. فلما راح على عمدة أتلانتيك سيتي قام وأمام الجمهور قال: السلام عليكم، بعزة إسلامية ولابس دشداشة، يعني مظهر سمته الإسلامي، ملتحي الأخ. بعدين لما مسك الميكروفون صار يتكلم بعد ما سلم درع التكريم، بكى وتأثر، ثم ركز كل كلامه خلال فترة حديثه على الوفاء لأمه. أمه كانت حاضرة، أمه لم تكن محجبة بالمناسبة، هي مسلمة ولكنها غير محجبة الله يهديها. فتكلم عن وفائه لأمه، وأنه كيف هو أنشئ في أحياء فقيرة. أمه كانت لما تعاقه تحكي له: روح اقرأ كتاب، تطلب منه يقرأ كتاب. وأمه ربته على هذه الأخلاق، أنه أنت لازم تبادر وتمنع حدوث الشر بين الناس وتكون فيك خيرية للآخرين. فهو قال: أنا يعني متضايق وحزين لأنه يعامل، اللي عملته هذا يعامل على أنه شيء غريب، مع أنه ينبغي أن يكون هو الأصل وكل الناس يعملوه. أنا مش شايف أني عملت حاجة غريبة أصلا حتى أكرم بهذا الشكل. I would like to first and foremost give God all of the praise and all of the recognition, as none of us are in control of anything, not even ourselves. He is the one who wills everything. And after that, I would like to thank my mom. Yeah. When I was young, we grew up in the projects. When I would get on punishment, she would make me read books, and I either had to write a short story or a poem. She made me read. I'm crying because, this whole situation, it deeply saddens me. It deeply saddens me. And the fact that it's unbelievable, this should be very believable. This should be a norm, and it should be regular. I don't know, like, people get 15 minutes of fame a lot, and I would like to use every second of the 15 minutes to send gratitude to my mother. إخواننا، يعني سبحان الله، هذا الموقف، هذه القصة على بساطتها لكنها تحمل رسائل مركزة جدا وعظيمة جدا. حاب أختصرها يمكن ب6 دروس. الدرس الأول: بركة الصدق. أحسب أن هذا الرجل إنسان صادق، يعني يحمل القيم الإنسانية الإسلامية بصدق، إنسان يحب الخير للآخرين، إنسان يكره أن يرى الشر، يكره أن يرى وقوع الخصومة والقتال بين الشباب وبين الأطفال. فهذا الصدق لما ربنا عز وجل علم من قلب هذا الرجل صدقا، ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يديه خيرا عظيما وبركة كبيرة جدا. انتشر هذا المقطع لعشرات الملايين من الناس، المسلمين وغير المسلمين، أكثر كمان من المسلمين، لأنه علم من قلب هذا الرجل صدق. فهذه الرسالة العظيمة وصلت للناس ولغير المسلمين، أنه هؤلاء هم المسلمون، وناس عندهم خيرية، يكرهون الشر، يدعون إلى الصلح بين الآخرين. شوف الفائدة الدعوية العظيمة والبركة الدعوية العظيمة التي أجراها الله على يديه
عليه هذا الرجل البسيط جدا. أيضا إخواننا لما كرم، يعني سبحان الله ربنا عز وجل ينقل من نصر دعوي إلى نصر دعوي، لما كرم أيضا وصل رسالة عظيمة، وأن هؤلاء المسلمين أناس أوفياء لأمهاتهم، أناس طيبون يتذكرون الخير ويثنون على جوانب الخير في الآخرين، مع أنه أمه مش محجبة لكنه لم يكن شرسا في التعامل معها، لم يكن عاقا لها، بل كان بارا بأمه. أنا ما أظن أنه أخونا هذا ابن علي ميلر أنه لما استدعي حتى يكرم من قبل عمدة أتلانتيك سيتي أنه قال أنا سأظهر أمام الشاشات أمام الكاميرات وبالتالي لازم أوصل الرسالة المعينة على المسلم. ما أظن ذلك، لأن الرجل كان عفوي وبسيط جدا في أدائه وتلقائي، هو ببساطة يشعر بالفعل بالوفاء والمحبة العميقة لوالدته. الله سبحانه وتعالى رأى في هذه الميزات الإنسانية الإسلامية الأصيلة المتجذرة في قلبه، فأيضا نقلوا إلى هذا الفتح الدعوي الإسلامي العظيم اللي أسأل الله عز وجل أن يثبت له أجره عليه. في إخواننا هذه أول نقطة اللي هي بركة الصدق. إحنا أحيانا خاصة من يبتلى بالشهرة يعني بيصير في عنده تفكير رقمي في مسألة الحسنات. أنا نشرت بوست يا ترى كم كومنت، كم شير، كم لايك، بنصير مرات يعني بنفكر الإنجاز هو في كثرة عدد المشاهدات وما إلى ذلك، بينما الله سبحانه وتعالى إذا علم من قلبك صدقا في موقف بسيط ممكن ينمي ويكثر ويبارك فيه، والأحاديث في ذلك كثيرة. رجل نحى غصن عن طريق المسلمين فغفر الله له، رجل سقى كلبا غفر الله له، ومثل هذه الأحاديث أعمال لا يلقي لها الشخص بالا، لكن تكون كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنا يعني خالطت بعض الأفريكان أمريكان في أمريكا وكنت أستغرب، يقال لي فلان إسماعيل ريفيرتر مسلم، يعني إنسان كان نصراني وأسلم، أن هذا الإنسان أسلم على يديه خلق كثير. أطلع أجلس مع إسماعيل، نعم شخص محبوب بسيط طيب، لكن ليس عنده علم شرعي، ليس عنده، ما دخلش يعني دورات في التأثير والبرهنة والجدال وأساليب الإقناع، ما عنده هذا الشيء كلياته، ولكن مع ذلك له جاذبية خاصة، وحس أن هذه الجاذبية في صدقه، في حبه الخير للآخرين، في حبه لدينه بصدق وبعمق. فهذا إخوان الدرس الأول. الدرس الثاني أن الإنسان أحيانا لما يتدين، مع يعني تحفظي على تعريف التدين في هذه الحالة، يتنكر للماضي ويتنكر للآخرين الذين كان لهم فضل عليه، خاصة والديه. ممكن يكون والداه عندهم بعض المعاصي المستمرة، ولذلك هو يحس أنه يعني من تمام الإيمان أنه يتعامل معهم بطريقة مختلفة، أنه هو رافض لمعصيتهم منكر عليهم. هذا الكلام ما كان ظاهر أبدا عند ميلر، بالعكس تماما. هذا الرجل أظهر الوفاء الشديد لأمه، هو ركز على الجانب الخير والجميل في أمه، أنها علقته بالله، علمته الإيمان بالله، وعلمته أن يكون خيرا في تعامله مع الآخرين. هي غير محجبة نعم، وميلر نفسه ترى بناته محجبات ولهم صورة جميلة جدا يعني بناته الصغيرات محجبات، لكن مع ذلك ولم يتنكر لأمه، بالعكس كان وفيا لها محبا لها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. والديك عندهم معصية، إخوانك من لهم فضل عليك عندهم معاصي، خلي عندك رحمة في قلبك لهم، وتذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث إخواننا، المسلم ليس مطلوبا منه وليس مضطرا أن ينسلخ من إسلامه أو يغير أو يطمس هويته أو يتخلى عن دينه حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو يكسر حدة هجمة الناس على الإسلام، أو يجمل صورة الإسلام، أو يدافع عن الإسلام. غير مضطر لهذا أبدا. ميلر لما طلب للتكريم راح بدشداشته وراح بلحيته، لما طلب للفوكس نيوز برضو راح بالدشداشة وبدأ بالسلام عليكم. يعني رجل يظهر هويته الإسلامية، غير متحرج منها أبدا أبدا، لكن مع ذلك الأمريكان يحترمونه ويبجلونه ويتناقلون هذا المقطع بنوع من الإعجاب الشديد. احنا بنعرف إخوانا أنه في أمريكا رأسمالية تقيم الإنسان بما لديه من ثروة. أمريكا في نظرة طبعا عند عموم الشعب الأمريكي الأبيض نظرة دونية للأفريكان أمريكانز، للناس السود، وأيضا هي الثقافة الأمريكية إلى حد بعيد تحبذ الاستقلالية وعدم التدخل في شؤون الآخرين. أنت شفت موقف قتال ممكن تحاول تفزع، ممكن تتصل بالبوليس، لكن لا تتدخل كثيرا في شؤون الآخرين. وسبحان الله الفطرة غلابة، الشعب الأمريكي يبجل ويحترم ويعظم على هذا الموقف. إذن إخواننا إحنا مش مطلوب منا، يعني للأسف أحيانا في ظل الهجمة الشرسة على المسلمين بنحس أنه لازم نتخلى عن شيء من مبادئنا، نتخلى عن شيء من ثوابتنا أو من سمتنا وشعائرنا الإسلامية حتى نرضي الآخرين. ميلر لم يفكر ما الذي يرضي الشعب الأمريكي حتى أفعله، لا، إنسان تصرف على سجيته وطبيعته وسليقته العفوية البسيطة الجميلة، وربنا سبحانه وتعالى جعل الآخرين يحترمونه. النقطة الرابعة أخوان، المبادرة، الإحساس بالمسؤولية تجاه محيطك. ميلر في مقابلته في الفوكس نيوز قال أنا يعني
بحس باني عندي مسؤوليه ريسبونسبيلتي تجاه المجتمع اللي بعيش فيه. الاولاد هذول بعتبرهم كانهم ابنائي، وبالتالي انا مسؤول عنهم ومسؤول عن منع حدوث المشاكل بيناتهم. احنا كمسلمين للاسف اصبح عندنا كم كبير من السلبيه تجاه كثير من المواقف، مع انه ديننا يامرنا من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. اسلامنا يحارب السلبيه الى ابعد حد، ومع ذلك احنا عندنا نوع من السلبيه. يمكن البعض لما يسمع انه الشعب الامريكي احترم موقف ميلر يصير الان بده يتخلص من السلبيه وبده يبادر. لا يا اخي، انت تكون عندك مبادره وريسبونسبيلتي واحساس بالمسؤوليه، مش لانه الشعب الامريكي يقدر ذلك، ولكن لانه دينك يامرك بذلك. دينك الاسلام يامرك بأن تكون مسؤولا عن الآخرين. التدين ومحبة الله والتمسك بثوابت الدين لا يعني الانعزال عن المجتمع والتقوقع على الذات، وإنما بالعكس السعي لإصلاح الآخرين قدر الإمكان. الدرس السادس إخواننا، شوفوا سبحان الله العظيم حسن تدبير الله عز وجل. إن ربي لطيف لما يشاء. ربنا عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه بطريقة لا تخطر على البال. احنا شايفين الهجمة الشرسة الإعلامية على المسلمين في الغرب وفي الشرق، وترامب وجماعته وشلته وتهديداتهم وقوانينهم وتضييقاتهم والصورة السوداوية اللي بيحاولوا يرسموها عن الإسلام. ربنا عز وجل من خلال موقف بسيط لإنسان في زاوية من زوايا مدينة أمريكية صور هذا الموقف على موبايل ولد يمكن عمره 12-13 سنة. ربنا عز وجل بدد ظلامهم بنور هذا الموقف، لأن ربنا عز وجل لطيف لما يشاء. احنا نعمل وربنا سبحانه وتعالى ينمي الثمرات كما يريد وكيف يريد سبحانه وتعالى. أخيرا بس ملاحظة، وسائل الإعلام الأمريكية لما انتشر هذا الخبر وهذا الفيديو بشكل فايرل بشكل عجيب جدا، طبعا وجدت نفسها مضطرة تتكلم عنه، مش حابة تمدح المسلمين ولا تظهر أنه هذا الشخص مسلم، لكن في الوقت ذاته لا تستطيع تجاهل هذا الموقف، لأنه راح يقال عنها أنت وين، يعني مش شايف العمال في خبر مهم جدا، أنت كفوكس نيوز كإن بي سي نيوز كتايمز أنتم مش شايفين يعني هذا الموقف، وبالتالي نشرت هذا الخبر ولكن قصقصت ما يدل على أنه هذا الشخص مسلم. يعني مثلا فوكس نيوز اقتطعت المقدمة اللي بيحكي فيها أنا أشكر الله أو I thank God وأمي علمتني على الإيمان بالله، قصت هذا الجزء. إن بي سي نيوز ما في أي ذكر أنه مسلم، بل وكثير من المواقع ماذا قالت أنه ظهر شخص يجسد جود ساماريتان. جود ساماريتان هو شخصية موجودة إنجيلية في إنجيل لوقا، فيعني وكأنهم بدهم يظلوا بظلال المسيحية أو النصرانية. فسبحان الله يعني في النهاية إعلام غير منصف غير محايد، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر الخير رغما عنهم. يعني أي واحد بفتش تفتيش بسيط بل وكثير من الشعب الأمريكي سيعلم من سمت هذا الشخص وطريقة تعامله أنه شخص مسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت له الأجر، وأن يكون هذا درس بليغ لنا أنه ما نتنازل عن ثوابتنا، أنه نحرص على الخيرية في نفوسنا، وربنا سبحانه وتعالى حينئذ ينمي الثمرات، وأنه نتحمل المسؤولية تجاه الآخرين، ولا نتنكر لماضينا ولا نتنكر للناس الذين أحسنوا إلينا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.